السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم حضرت غريبه سهله لذيذه بمكونات موجودين في كل بيت، كتجي اقتصاديه وكميه كثيره. اول حاجه ناخذ شي هكا شي كسعه ولا شي اناء نوضعوا فيه كيلو ديال الدقيق، وعندي كاس ديال الدقيق محمر، وعندي كاس مع مرج ديال اللوز اللي كيكون محمر ومهرمش، وايضا عندي الزنجلان نص كاس. هاد الكؤوس هادو راه العبار الكوب المعياري اللي هو 250 مليلتر. غادي نضيف معلقه ديال القرفه وشويه ديال الملحه، وغادي نضيف كوب ونصف ديال السكر سنيده. من الاحسن تكون سنيده، ولا السكر اللي تيكون حبيبات رقاق. الا كاينه سنيده عندكم غليظه غادي تطحنوها واحد شويه. غادي نضيف جوج ديال الخمارات من وزن 8 غرام، 16 غرام ديال الخميره. نمزج هاد المكونات هما الاولين، عاد من بعد نضيف 250 غرام ديال الزبده. ندوبها ونخليها حتى كتبرد شويه، عاد من بعد كنضيفها بهذا الشكل هذا. كندخل هاد الزبده مع المكونات مزيان حتى كتلبس مزيان. هاد المكونات كيتلبسوا بالزبده. عاد من بعد غادي نضيف الزيت غادي نبدا نضيف بالتدريج. من ضفت كوب الاول وغادي نمزجو مزيان مع المكونات هادو، ونحاول انني ندلكهم مزيان كما شفتوا. ضروري من الدليك، لان غريبه كتبغي تدليك مزيان. الا كانت نتوما ملي تضغطوا عليها وكتحسوا بها ناشفه كتعاودوا تزيدوا الزيت. انا هزات ليا جوج ديال الكؤوس ونصف ديال الزيت، كنضيف غير بشويه وكندلكها مزيان. عندي هذا الكسعه صغيره، غادي نحاول انني نقسم هذا الخليط هذا على جوج باش نتحكم في باش ندلكها مزيان. غادي نقسم هذا الخليط هذا كما قلت لكم على جوج باش نتحكم فيه مزيان وندلكها. ضروري من الدليك لان غريبه هذا هو باش كتخرج بنينه وكتخرج هكايا لذيذه بزاف، وداك المذاقات تبدا يتمزجوا مع بعضياتهم. خاص ضروري الدليك. غندلك هذا القسم الاول ومن بعد ندوز للقسم الثاني حتى هو ندلكو مزيان، ومن بعد غنجمعهم ونعاود نخلطهم مزيان. صافي ملي كتكور ليا غريبه بهذا الشكل هذا كنحبس من الزيت. كما قلت لكم جوج ديال الكؤوس ونصف اللي درت. غادي غير تكور ليا بهذا الشكل هذا، ماشي تكون جاريه، لا غير تجمع. صافي كنحبسو تنكور هكا كويرات. ملي تنكور الغريبه كنكون شاعله الفران. كندير واحد شويه ديال القرفه من الفوق اختياري، و تنشعلها من الفران من الفوق ومن التحت حتى كطيب، وما تكونش النار مجهده على 200 درجه. طيب مزيان. نخليوها تاخذ الوقت ديالها باش كتجي هكا مرمله وزوينه. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوا مع الاصدقاء والاحباب، والى وصفه قادمه ان شاء الله. وشكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.